السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي ندير واحد الحلوه ديال لاكريم وقلت غادي نشاركها معكم، علاش لا. المهم هنايا غادي نبداو بالعجينه ديال الجينواز. غادي نحتاجو فيها 4 ديال البيضات يكونوا كبار وما يكونوش في الثلاجه، يكونوا دافين. وغادي نحتاجو كاس ديال الدقيق، كاس العنبه ما عامرش، باقي ليه شويه ما عامرش، وكاس ديال السنيده، كاس قل ربع، واحد الساشيه ديال الفاني. صافي هادو هما المكونات اللي كاينين في الجينواز، راه قلال يعني 4 ديال المكونات. صافي غادي نجيب واحد جبانيه هكا فاش غادي نخلط، فاش غادي نطرب البيض مع السكر ومع الساشيه ديال الفاني. غادي نطربهم مزيان مزيان مزيان. من الاحسن البيض كما قلت لكم ما ديروش في الثلاجه باش دغيا يطلع لكم. صافي هنا غادي نطربهم مزيان بالخلاط الكهربائي ضروري، حيت ما غاديش يطلع لكم البيض مولينيكس اولا غير بالخلاط عادي. المهم كما كتشوفوا انتم راه طربتهم مزيان تتبدل اللون ديالهم وتقال الخليط. صافي هنايا من بعد ما طربته بالطراب الكهربائي صافي غادي نبدا نضيف ليه الدقيق. هذاك الكاس ديال الدقيق غادي نقسمو على 3 ديال الدفوعات، ونغربلو مباشره فوق من الخليط. وكما شفتوا كنبقى نخلط بواحد السباتولا ولا شي معلقه كبيره، ونخلط الخليط غير بشويه من التحت هكا، من التحت للفوق هكا، باش ما تطفاش لينا ديك العجين. صافي هنايا غادي نزيد هذاك الدقيق شويه بشويه كما قلت لكم، قسمته على 3 المرات. صافي بالنسبه للجينواز راه ما فيهاش الخميره نهائيا، ولا تبعتوا هاد التعليمات راه غادي تصدق لكم 100%. صافي كما شفتوا زدت الدقيق كامل. المهم غادي نخلطو شويه بشويه حتى يتخلط كامل. صافي ومن بعد غادي نجيب الطاوه اللي غادي ندخل الفران، وغادي نسرح فيها هاد الخليط هذا كله. صافي هنايا من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان، جبت الطاوه اللي غادي ندخل الفران وفرشت فيها الورق ديال المطبخ. صافي هنايا غادي نخوي فيه هذاك الخليط ديال الجينواز، ونحاول انني نسرحو فيها كله بشي سباتولا اولا شي معلقه. المهم نحاولوا اننا نقادوه في اللاطه كله. صافي هنايا من بعد غادي ندخلو الفران اللي نكون نشعلنا على 180 درجه، وكنشعلوه من الفوق ومن التحت البنات، كنشعلوه من الفوق ومن التحت، وما كيشدش لنا الوقت بزاف، يعني من 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. صافي وكنخرجوه من الفران، كنشعلوا له من الفوق ومن التحت. راه كما تتشوفوا تبدا كيتحمر كيتبدل اللون ديالو من الفوق. صافي وكطفيو عليه. صافي هنايا من بعد صافي هنايا غادي نسرح العجينه ديالي كلها في الطاوه وغادي ندخلها الفران. ومن بعد غادي نوريكم الطريقه ديال الجينواز ملي كيطيب كيفاش كيجي. صراحه راه الا تبعتوا هاد التعليمات راه عمركم ما غاديش تحلوا مع الجينواز وغادي يصدق لكم 100%. صافي هنايا من بعد ما سرحتو غادي ندخلو الفران وغادي نديرو في الوسط، ولكن غادي نشعلو الفوق والتحت. صافي هنايا حليت لكم الفران باش تشوفوا كيفاش تيجي. راه كي كيبدا كيحمار من الفوق صافي كتطفيو عليه وانتم كتقيسوا بيديكم، راه كيبان لكم صافي بدا كيشد في راسه. صافي هنايا ما غاديش نخدم به حتى يبرد، غادي نخليه على جنب يبرد وغادي ندوزو باش نقادو الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو واحد العلبه ديال لاموس الفاني، وواحد العلبه ديال لاكريم شونتيي، وكاس عنبه ديال الحليب يكون بارد، وواحد 50 غرام ديال الشوكولات، شوكولات اسود. صافي هنايا غنجيب واحد جبانيه فاش غادي نخلط الكريمه، غادي نخوي فيها واحد الكاس عنبه ديال الحليب. بالنسبه للحليب البنات كنحطوه في الكونجيلاتور من قبل حتى يكون بارد مزيان مزيان مزيان. صافي وغادي نضيف عليه واحد الساشيه ديال الكريمه ديال لاموس بالفاني، والساشيه ديال لا كريم شونتي. وبالنسبه للشوكولاته غادي ندوبها، غنديرها في كاسرونه وغندوبها في حمام مريم. وغنبدا نطرب دابا الكريمه ديالي بالطراب الكهربائي مزيان حتى كتطلع ليا الكريمه وكتماسك. المهم كما شفتوها راه صافي تماسكت ليا الكريمه ديالي طلعت. ودابا زدت عليها داك الشوكولات اللي كنت دوبت. صافي وغادي نحطها على جنب في الثلاجه. هنايا غادي ندوز للطبقه المقرمشه. بالنسبه لهاد الطبقه راه كتبقى اختياريه، الا بغيتو ديروها الا ما بغيتوش راه ما غديروهاش. المهم عندي فيها 50 غرام ديال الفيوتين
وعندي هنايا واحد 50 غرام ديال الكركاع قطعته بالموس طريفات صغار، و50 غرام ديال الشكلاط. غندوب الشكلاط في حمام مريم، وغادي ناخذ واحد الجبانيه غادي نخلط فيها المكونات، غادي ندير فيها الكركاع وغنزيد عليهم الفيوتين وغادي نزيد عليهم الشكلاط اللي دوبت. صافي هنايا غادي نخلطهم ونخلط هاد المكونات كلهم مع بعضهم وغادي نحطهم على جنب. صافي هنايا غادي نجيب لي جينواز ديالي كما كتشوفوا، راها صراحه جينواز ناجحه، نتمنى انكم تجربوها. وكما كتشوفوا راها طيبه من التحت، يعني طابت مزيان. صافي هذا هو الجهد ديالها، نتوما اللون ديالها كيجي زوين. كذلك كتشوفوا الحجم ديالها راه ما غليظاش وما رقيقاش، يعني كتجي يديك زوينه ورائعه. صافي دابا غادي نجيب هذاك الاطار باش غادي نخدم الحلوه ديالي، وهي باش غادي نقطعها، يعني هي باش غادي نعبر القياس اللي بغيت وغادي نقطع بها الجينواز ديالي. صافي هنايا غادي نحاول انني نقطع على شكل مربع وعلى هذا القياس هذا اللي انا بغيت. صافي وهاد الطرفه هادو اللي بقاو لي حتى هما غادي نحاول انني نشكل منهم واحد الشكل حتى هو يكون مربع ويجيني في نفس القياس ديال الشكل اللي قطعت في الاول. صافي. وبالنسبه لهادو اللي كيجيونا هكا مقطعين نحاول اننا نديروهم دائما في الوسط ديال الحلوه. صافي هنايا غادي نكمل التقطاع ديال الجينواز ديالي. صافي هنايا جبت طبسيل فاش غادي نحط الحلوه ديالي، وحطيت فيه هذا الورق خاص بالحلويات. هذا الورق هذا الذهبي راه موجود كيتباع، راه ديال خاص ديال الحلويات. المهم حطيت فيه هذا الاطار باش هكا تجيني سهله فاش غادي نخدمها. صافي حطيت الجينواز الاولى كطبقه اولى وسقيتها بالحليب. انا اكتفيت انني نسقيها غير بالحليب. بالنسبه لهذا الا ما بغيتوش تسقيوها بالحليب، يا اما ديروا السيرو السكر مع الماء، او لا ديروا قهوه سريعه الذوبان تذوبوها مع الماء ومع السكر وتسقيو بها. انا هنايا اكتفيت غير بالحليب. صافي هنايا بديت كنحط الكريمه ديالي وغادي نوزعها هكا بسباتولا كما كتشوفوا اولا بشي ملعقه. المهم كما شفتوا. نحاولوا غير اننا نقادوها. صافي وهنايا الطبقه الثانيه درت الطبقه المقرمشه اللي وجدت من قبل، حتى هي حاولت انني نوزعها من فوق الكريمه ديالي كلها. وكما شفتوا هنايا كما قلت لكم في الوسط غادي نحاول انني نحط هذوك الطرفه اللي مقطعين. المهم غادي نحاول انني نقطعهم وغادي يجيوني، يعني راه هنايا في الداخل راه ما كيبانوش، يعني كيتضربوا بالكريمه. صافي كما شفتوا هنايا حاولت انني واخا عندي الطرفه مقطعين يعني طرفه صغار حاولت انني نقدهم. صافي وبديت كنسقيها تاني بالحليب، نسقيها مزيان ومن بعد نعاود ندير ليها الكريمه. المهم الكريمه قسمتها على 3، النص الاول درته في التحت والنص الثاني غادي نديرو هنايا ونخليه شويه باش انني نزينها من الفوق. صافي كما شفتوا نحاول انني نقادها بسباتولا ولا بالمعلقه، المهم اللي كان عندكم غادي نقادوها مزيان تتجينا مقاده وندخلها الثلاجه بما غادي نوجد الكلاصاج. صافي بالنسبه للكلاصاج يعني ما فيش يعني مكونات بساط، ما فيهم شي حاجه كثيره. عندي هنايا نص كاس ديال الماء، نص كاس العنبه، وعندي كاس مع مرش ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت، وعندي واحد 3 معالق كبار ديال الكاكاو ولا 3 ديال الساشيات. صافي غادي ناخذ كاسرونه وغادي نخوي فيها هذاك الماء ونزيد عليه الزيت ونزيد عليهم سنيده، كاس الا ربع يعني كاس مع مرش ديال السكر سنيده، وغنزيد عليهم 3 المعالق كبار ديال الكاكاو. يعني يكونوا الا كان هكا ديال العبار، الا ما كانش غديروا 3 الساشيات ديال الكاكاو. ومن الاحسن اننا نغربلوه باش ما يتكونوش لنا دوك الكويرات في الكلاصاج ديالنا. صافي هنايا من بعد ما غربلته غادي نديرو فوق البوطه، غنخلط كلشي نخلطهم مزيان ونديرهم فوق البوطه حتى يطبخوا ليا مزيان. غير كتطلع ديك الغليه صافي وكنطفيو عليه. صافي كما شفتوا هو بدا كيطبخ. صافي غادي نحركو غير شويه وغادي نطفي عليه، يعني يبدا يتبربر بدا يتبربر الخير. صافي راه داز نسقسي. صافي هنايا طفيت عليه وغادي نحركو شويه وغادي نخليه حتى يدفى. المهم غادي نخليه يدفى على جنب، وغادي من بعد غادي نخويه في واحد الجبانيه. المهم كنخويه في جبانيه ولا في شي قرعه ديال الدجاج الا بغيت نحتفظ به في الثلاجه. المهم وراه كيصبر كديريه في الثلاجه، من بعد فاش كديري شي حلوه كتبقاي تزيني به. صافي يعني الحلوه ديالي خرجتها من الثلاجه من بعد ما شدات فراسها وحاولت انني نحيد ليها داك الاطار.
وهانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي، كتشوفوا ديك الطبقه المقرمشه كيفاش جات في الداخل في الوسط ديال الحلوه. صافي وهنايا غادي نبدا نغطي لها هذوك الجناب، غادي نغطيهم بشويه ديال الكريمه، نغطيهم هكا، نبقى ندوز عليهم هكا بالمعلقه حتى يتغطاو ليا الجناب كلهم. صراحه البنات هادي فرخين الحلويات توش كتميم، جات غزاله 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 في المذاق ديالها. نتمنى انكم تجربوها، راه سهله وفيها المكونات يعني بساط. صافي كما شفتوا غلفتها كلها، يعني غطيت لها كل هذوك الجوانب وحاولت انني نقاد ليها هذيك الكريمه. صافي هنايا غادي نزين ليها غادي نزين ليها هاد الجناب هادو بالشوكولات فيرميسيل، يعني بالشوكولات حبوب اسود. صافي غادي نحاول انني نزينها بهذه الطريقه هذه، كدزيها كبيديك وكتحاولي انك تغطيها بالشوكولات. غنغطيها كلها في الجناب وغادي نبدا دابا نزينها من الفوق بالكريمه اللي بقات ليا، درتها في هذا البوش هذا وكنزينها بهذه الطريقه هذه. كنزينها على شكل وريضات. المهم بالنسبه للزينه راه هو كيبقى ديما اختياري، وهذا وعلى حساب داكشي اللي عندك. يعني بالنسبه لهداك الشوكولاط يمكن تزينيها باللوز اولا باللي عندك، يعني باللي كان لوزيفيلي حتى هو كيجي زوين. انا درت اكتفيت هكا بالشوكولاط فيرميسيل. صافي هنايا غادي نجيب الكلاصاج ديالي من بعد ما خليته حتى دفا، يعني حتى بدا كيبرد باش ما يذوبش لينا هكا، ما يذوبش لينا الكريمه. صافي وغادي نبدا نخويه هكا في الوسط ونحاول انني نقادو. صافي ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه حتى كيشد هذاك الكلاصاج في راسو. صافي ديك الساعه بالنسبه لكم بغيتو تكتبوا، يعني ممكن تكتبي هنايا عيد ميلاد سعيد او لا اي حاجه، انا ما كتبتش، فقط درتها لراسي ما كتبت فيها والو. صافي وهذه هي الحلوه ديالنا، صراحه كتجي غزاله واقتصاديه ورائعه، كتجي في المذاق زوينه. نتمنى انكم تجربوها. صافي وحاولت انني نزينها بهاد الكرات هادو ديال الشوكولات في القنيطات هكا، باش هكا تعطينا هاد المنظر هذا غزال. نتمنى انكم تجربوها الصراحه وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاتكم. المهم الحلوه من بعد ما نكمل، من بعد ما سيت فوق الثلاجه، المهم هي الحلوه ديالي موجوده. ان شاء الله يا ربي تعجبكم، ان شاء الله تجرب هذه تفول صراحه شكر راسو. المهم تاع تفولكي اتمنى كنت تعجب، اتمنى تجربوا. المهم غير دازت نبي انظن ماني كدوشكا غو. المهم غير ديتو نبي غير الحلوه تصل ماني كديتوشكا. ان شاء الله اتمنى كنت تعجب، اتمنى تجربوا نتا فرخين. دايتيني متخطى عليق ماني كنسيتو نتقى الحلوين.